اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. بنك مصر اعلن عن ودائع جديده هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل النهارده في الحلقه دي لكل العملاء الموجودين في بنك مصر واللي معاهم حساب في بنك مصر، وكمان معاهم البي ام اونلاين اللي موجود على الموبايل بتاعك. هفهمك ايه هي الودائع الجديده وازاي بنحسب الحسبه بتاعتها والفوائد بتاعتها ازاي بتتحسب وكل حاجة ان شاء الله، وهفهمك كمان ازاي بتشترك في هذه الودائع من داخل تطبيق بي ام اونلاين بكل التفاصيل الكاملة، عشان خاطر تطلع من الفيديو ده تكون فاهم ايه هي الودائع فيليكس بلس الجديدة اللي طرحها بنك مصر في الفترة الأخيرة، لأن في ناس كتير بتتكلم عنها وناس كتير سألوني عن التفاصيل بتاعتها. بس طبعا ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة ادعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، ومن غير كلام كتير يلا بينا على التفاصيل. طبعا اول حاجة كده معانا يا جماعة ده حسابنا في البنك مصر. لو عاوزين ندخل على الودائع ونشوف احنا بنخش عليها منين بنضغط على المزيد. بعد كده هنا زي ما انت شايف كده بيطلع كلمة طلب الحصول على منتج جديد، هتلاقيها اعلى القائمة زي ما انتم شايفين كده، نضغط عليها بالشكل ده هتلاقيه طلع لك هنا حسابات وودائع وشهادات وبطاقات ائتمان. احنا طبعا هندخل على كلمة الودائع. زي ما انت شايف كده هتلاقي هنا الودائع كلها بالاستفاضة الكاملة بتاعتها. وديعة لأجل فيليكس بلس مدة 6 شهور عائد عند الاستحقاق، يعني انت بتحط الفلوس كلها وهنحسب هنا على 100,000 جنيه عشان خاطر بيكون رقم صحيح. ال 100,000 جنيه بيقول لك لو انت حطيتهم هيدولك 17% سنويا. خد بالك العوائد المدة بتاعت الفايدة دي او معدل الفايدة دي يا جماعة بتكون سنوية مش على الست شهور. انت هتحطهم 6 شهور يبقى انت كده هتاخد ال 17,000 جنيه تقسمهم على 2، لان مدة الوديعة 6 شهور، يبقى على كل 100,000 جنيه في السنة على فايدة دي هيكون ال 100,000 جنيه هتطلع لك 17,000 جنيه. فانت هتقسم ال 17,000 جنيه على 2 لان انت هنا المدة 6 شهور فقط لا غير. فانت كده هتاخد قد ايه؟ هتاخد 8500 جنيه على كل 100,000 جنيه تحطهم في هذه الوديعة لمدة 6 شهور. والعائد عند الاستحقاق مش كل شهر. ادي اول حاجة معانا، يبقى انت كده هتحسب اهوت زي ما احنا شايفين كانت حسبة بسيطة. طيب الحاجة التانية وديعة فيليكس بلس ذات العائد الشهري لمدة 6 شهور. دي بقى عائد شهري، يبقى الحد الادنى بتاعها 100,000 جنيه، وخد بالك ان الحد الادنى بتاعت اللي فوق 50,000 جنيه. تمام؟ انت هنا هتاخد 16,500 جنيه زي ما انت شايف كده سنويا، هتقسمهم على السنه يعني هيطلع لك 16,500 جنيه. طب انت كده عايز تحسب بقى ال 100,000 جنيه هتدخل لك قد ايه شهري لمده ال6 شهور؟ هنخش كده اهو، لو قلنا 16,500 جنيه على ال 12 يبقى انت كده هتاخد عليهم 1,375 جنيه شهريا لمده 6 شهور. ادي كده رقم 2. وديعة فيليكس بلس ذات العائد الشهري لمدة 9 شهور. تمام؟ هنا بيقول لك مدة الوديعة 9 شهور، نوع الفائدة شهري، الحد الأدنى للفائدة الحد الأدنى للإيداع أو لشراء الوديعة 100,000 جنيه. هنا بيقول لك 16% هتاخد عليهم أيضا كل شهر حوالي 1,300 جنيه. طب هنا 16.5% ليه؟ إيه الفرق بين دي وبين دي؟ دي 6 شهور، دي بتتربط 9 شهور. وديعة فيليكس لمدة 6 شهور ذات العائد المدفوع عند الاستحقاق، دي بقى هتاخدها كلها مع بعضها عند الاستحقاق. دي بيقول لك هنا 14% هيتربطوا لمدة 6 شهور، والحد الأدنى 50,000 جنيه عند الاستحقاق بعد 6 شهور. ال 14% على ال 100,000 جنيه مثلا هيدوك 14,000 جنيه، هنقسمهم على الاتنين يعني هتاخد 7,000 جنيه في ال6 شهور. أيضا في واحدة كمان لمدة 9 شهور ذات العائد الشهري 12.75، دي كانت قديمة ودول كانوا قدام. احنا الجديد اللي كان فوق ده، تمام، ده اللي نازل جديد، اول 3 دول اللي نازلين جداد. طيب هل الوديعة ينفع ان احنا نكسرها؟ لا، ما ينفعش انك انت تكسر الوديعة باي شكل من الاشكال. ربطتها 9 شهور هتنتظر ال9 شهور، ربطتها 6 شهور هتنتظر ال6 شهور. اخترت انك انت تربطها
عند الاستحقاق هتاخد المبلغ كله زائد الفوائد بتاعته عند الاستحقاق. اخترت انك انت تاخدها شهري، هينزل لك فقط في حسابك العائد الشهري بتاع الفوائد بتاعتك على حسب ما انت مختار. تمام جدا. يبقى مش زي الشهادات بتتكسر بعد 6 شهور واخدها، لا، انت عاملها 9 بعد 9 هتاخدها، عاملها 6 بعد 6 هتاخدها. هي اقصى حاجه طبعا 9 شهور وتجدد. انت قبل ما بتخلص بيبعتوا لك رساله، او البنك بيتواصل معاك، او ان هم كده وانت بتشترك فيها، ولو بتعمل تقديم كده بتلاقي كلمه تجديد او مش تجديد. تمام. هنا بيقول لك اهوت الحد الادنى 100,000 جنيه، والعائد هيدخل لك على حساب التوفير بتاعك اللي هو بتاعك الاصلي بتاعك، الحساب بتاعك. وهل تريد تجديد الوديعه الخاصه بك عند الاستحقاق؟ لو قلت له نعم هيجددها لك، قلت له لا يبقى بعد مرور ال9 شهور اللي هو المده هينزل لك الفلوس بتاعتك في حسابك، وهتقول له وافق على الشروط والاحكام، وهتعمل متابعه، وهتدخل الرقم السري بتاع حسابك في البنك بتاع بنك مصر، وهيقول لك تم الموضوع بنجاح، وتم ربط الوديعه بدون اي مشكله خالص. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. ارجو لو انت وصلت لحد هنا تدعمني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. ولو عندك اي سؤال يخص اي حاجه انا بتكلم فيها ابعتها لي في التعليقات، وان شاء الله ارد عليك. انا برد على جميع الاسئله، واشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.